السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وخير. يوم جديد وفيديو جديد. هنعمل مع بعض الفطير واقول لك ازاي يكون طري معاكي وهش باضافه مكون واحد بس. هتخليها مقرمشه وطريه والفطيره كده منفوخه ما شاء الله. حرفيا كده وبدون مبالغه انا انبهرت بالنتيجه. وكمان هنعمله بالزبده العاديه مش زبده التوريق. هنعمل مع بعض الفطير المشلتت بطريقه سهله في اقل وقت وسهل جدا جدا لاي حد يعمله، خصوصا لو انت مبتدئه، والنتيجه ناجحه في منتهى الجمال. تعدي ورقاته كده واحده واحده. طالعه الفطيره خفيفه وطريه وطعمها وريحتها تجنن. بجد يا بنات هتعمليه وهتدعي لي. من نص كيلو دقيق عملنا الكميه اللي انت شايفاها دي. ممكن كمان تقللي حجم الفطيره، هتعملي كميه اكبر من كده. طالع كله منفوخ بمعلقه واحده بس، هتنبهري بالنتيجه. بجد جميل جدا جدا. وانسي اي مشاكل بتقابلك في الفطير، سواء تكون مقدد او ناشف منك، لا الفطير هيطلع معاكي مورق وطري. والطريقه سهله وبسيطه جدا جدا. يلا بينا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملناه ازاي. بس القلب حابه افكركم لايك وشير وكومنت حلو منكم كده. ولو اول مره بتشوفوا قناتي تفعلي زر الجرس وتشتركي عشان لما انزل اي فيديو جديد يجيلك اشعار بيه ان شاء الله. معانا نص كيلو من الدقيق، حطينا معلقه من السكر، ربع معلقه من الملح، وحطينا كوبايه وربع من الميه وبدانا نعجن كده. خديها قاعده اساسيه بقى عندك. الدقيق النص كيلو بياخد كوبايه وربع من الميه لاي معجنات، مش شرط بس الفطير. تمام. وممكن على حسب نوع الدقيق ممكن يزيد معلقه او يقل معلقه. اخد معايا كوبايه وربع من الميه زي ما انت شايفه كده بالشكل ده. وبحط واحده واحده كده وابدا اعجن حبه. ما حطيتش الميه مره واحده، حطيتها بالتدريج علشان تنشطي ماده الجلوتين اللي بيبقى في الدقيق. عجنت قد ايه؟ عجنت من 5 دقايق ل10 دقايق. وزي ما بقول لكم دايما في معجناتي، لو انت تعبتي من العجين بنسيبي تريحيها كده ربع ساعه، انت ترتاحي والعجينه ترتاح، وترجعي لها تاني. تقعدي بقى تعجني فيها كده لحد ما تلاقيها نعمت معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده. هسيبها بقى ترتاح قد ايه؟ حوالي 10 دقايق. تعالي بقى نقرص العجين او نكور بمعنى اصح العجين. بتدهن الصينيه بتاعتك دهنه بسيطه بسيطه كده من الزيت. ونبدا نكور الفطير بتاعنا. كور قد ايه؟ عملت حوالي الكوره حوالي بالظبط كده 100 جرام. تمام. عملوا لي بالظبط 10 كور بالشكل ده. شايفه؟ بوريك ان هي العجينه ارتاحت ازاي. بتتك عليها بصوابعك كده، بتلاقيها علمت، صوابع ايدك علمت في العجينه وفي نفس الوقت ما بتردش معاكي. كده تعرفي ان العجينه معاكي ارتاحت. تمام يا بنات كده ما شاء الله. هتعمل لي بالظبط 10 كور. هنبدا بقى نغطيها ونسيبها ترتاح شويه وناخد كوره كوره. تعالى اقول لك بقى المعلقه اللي بقول لك عليها تخلي معاك الفطير مورق، وهي معلقه النشا. معلقه النشا يا بنات بتخلي معاكي الفطير يورق ويبقى زيها زي اللي بره بالظبط. ممكن انا حطيت هنا النص كوبايه من الزبده بما يعادل 120 جرام. ممكن لو ما عندكيش زبده، انا عامله زبده فرن، ممكن يكون سمنه، مفيش مشكله. الماده الدهنيه المتاحه عندك اشتغلي بيها. ولكن هي بتكون قد بعضها 120 جرام. حطيت عليهم معلقه النشا. معلقه النشا بتخلي معاكي الفطير مورق وطري وسهله وبسيطه جدا. ولو انت لسه مبتدئه اعمليها بمعلقه النشا دي وانسي اي مشكله تقابلك في الفطير. هتخليها معاكي تورق وتبقى زيها زي اللي بتجيبها من بره. هنبدأ بقى نجيب أول كورة وفردتها على الرخامة. طبعا هنعمل كورة في قلب كورة يا بنات لأن عند الرخامة ضيقة. ممكن انت تعملي فطيراية واحدة كورة واحدة بس وتطبقيها على كده. تمام. بس أنا عايزة الفطيرة تكون يعني لا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. حطينا معلقة واحدة بس من الزيت على الرخامة، وبدأت حطيت أول كورة وفردتها بالفرادة بتاعة الخبيز. تمام. انا دلوقتي بقى بعد كده مش هستخدم الفرادة خالص لان العجينة معايا سلسة ومش محتاجة فرادة خالص. هنبدأ نحط معلقة من الزبدة عشوائي كده ونبدأ نفردها بالشكل ده. ونطبق كده طبقتين على زميلها زي المربع كده، الطبقة الأولى كده على التانية. وطبعا هنبدأ دهنة بسيطة برضو من الزبدة اللي احنا عملناها دي. ونبدأ برضو نحط الطبقة اليمين كده على الشمال زي المربع بالظبط كده. تمام. هنجيب بقى تاني كورة اهي. ونحط معلقة بسيطة زي شايفين المعلقة مش كتير، هي معلقة واحدة بس أو أقل من معلقة كمان. أهم حاجة إنها تفرد معانا الفطيرة بالشكل ده كده. شايفين بقى أنا مش هنحتاج دلوقتي الفرادة خالص. بإيديا كده ومن جوه على بره. خدي بالك كده من جوه على بره بإيدك مسحة بسيطة كده هتلاقيها معاكي تنفرد معاكي بكل سهولة. مفيش مشكلة لو هي انقطعت، مفيش أي مشكلة، مش هتبان خالص وانت بتيجي تسويها كمان أهي. نحط برضو معلقة من الزبدة اللي احنا عملناها بالشكل ده كده. واهم حاجة انك تفردي الطروف وتجيبي برضو الفطيرية الاولانية اللي انت عملتيها وتحطها في النص كده اهي. وتطبقيها برضو بالشكل ده مربع كده. وبعد ما بنعملها مربع بالشكل ده بنعملها على هيئة كده ظرف.
نبدأ نعملها ظرف كده الأطراف على بعضيها وتمام، بقت فطيراية كده أهي. ممكن تعملي الحجم أقل من كده، تعمليها واحدة بس، مش شرط تحطهم الاتنين في قلب بعض. اعملي واحدة بواحدة هتعمل معاكي 10 فطاير، هتعملي الاتنين في قلب بعض زي ما أنا عملتهم هتعمل معاكي 5 فطاير. هعمل معاكم كمان واحدة كمان ومش محتاجة الفرادة تماما خالص أهي. شايفين من جوه على بره كده بايديا، وطبعا الزيت بيساعدك انك انتي الفطيره بتمشي معاكي اهي. ما تفرديش الفطيره على دقيق، الدقيق ما بيخلاش، لو فردتها على دقيق هتستخدمي بقى الفراده، ولكن ايه الزيت بيخليها تجري معاكي بسرعه على الرخامه بالشكل ده. بنحط بقى معلقه كده بالطريقه العشوائيه ونبدا نفرد كده اهو على الطروف وعلى كلها، ونبدا نطبقها زي المربع بالظبط. مفيش اسهل من كده بجد، تحفه. لو وصلت معايا لحد المقطع دلوقتي ما تنسيش لايك وشير وكومنت حلو منكم كده، ويا ريت تشرفيني لو اول مره بتشوفوا قناتي وتضغطي على كلمه الاشتراك اللي باللون الاحمر اللي تحت الفيديو، وتفعلي كمان زر الجرس عشان لما انزل اي فيديو جديد يجيلك اشعار بيه ان شاء الله، وتكوني كمان اول واحده شفتيها. هنبدأ نحط كمان معلقة من الزيت ونفرد كمان واحدة بالشكل ده، وهنخلص بقى كل الكمية بالشكل ده كده. لو 50 فطيرة قدامك أو كمية فطير قدامك هتعملها بسرعة الصاروخ، طريقة سهلة وبسيطة جدا. وأنا زي ما قلتلك حطيت فطيراية في قلب واحدة لأن اللي عندي الرخامة ضيقة. شايفين من جوه على بره كده، ونمسك الطروف كده بصوابع ايديا ونبدأ نشدها ونفردها كده اهي. متعة وانت بتعملي الفطير كده، متعة جميلة جدا. هنبدأ برضو نجيب الأولانية كده، بس قبليها لازم ندهن دهنة بسيطة بين كل مرة والتانية من الزبدة اللي احنا عاملينها دي. وطبعا معلقة النشا جميلة جدا، بتخلي معاك الفطير مورق وطري، والطريقة سهلة وبسيطة. هنبدأ بقى نحط واحدة في قلب واحدة ونطبقها زي المربع، وبعد كده تعمليها زي الظرف اهو. مفيش اسهل من كده. شايفين حتى وانتي بتطبقي كده بتلاقيها منفوخة فوق الوش، هتلاحظي كده منفوخة ازاي اهي. هنحطها بقى في قلب صينية، الصينية بتكون مدهونة دهنة بسيطة من الزيت، وتحطها في قلب الصينية. كمان واحدة معاكم اهي بالشكل ده زي المربع، وبعد المربع تعمليها زي الظرف وتحطها بقى في قلب الصينية، وسيبيها ترتاح قد ايه، ترتاح حوالي 10 دقايق. فاضل معايا معلقة اهي، المعلقة دي هنخليها بقى للوش. خدت معايا بالظبط 120 جرام من الزبدة ومعلقة نشا. شايفين حطيتها في الصينية وهسيبها ترتاح حوالي ربع ساعة، وبعد كده هنجيب المعلقة اللي انا وريتها لكم دي اللي فاضلة، ونبدأ ندهنها فوق الوش كده، ونفرد بقى الفطير بتاعنا. ما تفرديش الفطير الا لما بعد ما يرتاح، وانتي بتفردي الفطير خدي بالك ما تضغطيش عليه قوي وترققيه قوي. عايزين الفطيرة تكون مورقة كده، وعدد ورقاتها بتكون كتير. فعشان كده انا حطيت واحده في قلب واحده، وفي نفس الوقت وانا بفردها ما ضغطتش عليها كتير. عايزاها تكون يعني فيها لب وتخينه كده، ما تكونش مثلا خفيفه جدا. هي نعم هتكون مورقه ولكن هتكون خفيفه، لا انا عايزاها تكون شويه فيها شويه ورق كده وانا بتيجي تاكليها. شايفه ادي الاتنين التانيين اهم في قلب الصينيه. هنحط برضو عليهم معلقه من الزبده ونبدا نفردها بالشكل انت هتشوفيه ده. ما شاء الله جميل. هسيبها بقى ترتاح حوالي برضو ربع ساعة وعشر دقايق، ونبدأ نحطها في الفرن. أنا هنا مولعة الفرن الغاز. لو انت عملتيها في الفرن البوتاجاز على درجة حرارة 220، خليها على أعلى درجة علشان خاطر الفطير بتاعك ما ينشفش ويقدد، لا يبقى درجة الحرارة عالية. هيطلع معاكي طري كده ومورق، شايفين من فوق مقرمش كده وفي نفس الوقت طري، والفطيرة منفوخة كمان زي ما انت شفتي. ما شاء الله شكله بيتكلم عن نفسه. تعالي بقى نقطع واحده ونوريها لك من جوه عامله ازاي. على فكره انا قطعت الفطير وهو سخن، المفروض اسيبه بارد شويه عشان اوريهولك ويبقى كمان اطرى من كده. ما شاء الله شايفين الفطيره جميله جدا جدا وطريه ومورقه، وتعدي ورقاته واحده واحده، وطالع خفيف وطري وطعمه وريحته تجنن حرفيا. وبدون مبالغه انا انبهرت بالنتيجه لما ضفت معلقه النشا دي. طالعه النتيجه ما شاء الله. والنص كيلو دي عملوا لي الكميه اللي انت شايفاها دي. حابه تصغري الفطير على الاقل من كده، يعني تعمليه مثلا حجم 60 جرام او 70 جرام، هيعمل معاكي حوالي 10 فطاير. شايفين يا بنات؟ لو انت لسه مبتدئه النتيجه هتبهرك جدا وهتكون ناجحه معاكي من اول مره، وهيطلع معاكي طري وهش باضافه المكون اللي قلتلك عليه اللي هو معلقه النشا، بتخليها مقرمشه من بره وطريه، والفطيره كده منفوخه حرفيا. وبدون مبالغه يا بنات النتيجه هتعجبك جدا جدا. النشا بيعمل عمليه توريق للفطير وتخليه زي اللي بره بالظبط، ويطلع معاكي طري. والطريقه سهله وبسيطه وجميله جدا، واوفر وانضف من اللي بتجيبيه من بره باضافه المكون ده. لو انت لسه مبتدئه، يا رب الفيديو البسيط ده يعجبكم. مستنيه تعليقاتكم اللي دايما دايما بتفرحني. هشوفكم على خير، سلام عليكم.